كل ما ركزت أكتر في بيبا بيج هتلاحظ إن في حاجات كتير مش منطقية، وفي الفيديو ده هنتكلم عن كل الحاجات اللي مش منطقية في بيبا بيج. يلا نبدأ بالسؤال اللي مضايق ناس كتير من المعجبين اليومين دول. صوت الراوي اتغير في الموسم الجديد. النهاردة يوم مميز، وفي البداية ممكن الموضوع ما يبانش مهم قوي، بس فكر فيها كده. في بيبا بيج الأصوات الوحيدة اللي اتغيرت قبل كده كانت أصوات شخصيات الأطفال، لأنه مؤديين أصوات الأطفال بيكبروا وما ينفعش مراهق يفضل يعمل صوت طفل عنده 4 سنين على طول، وده منطقي جدا. لكن الراوي شخص بالغ، مفيش أي سبب يخليهم يغيروا مؤدي صوت بالغ. طيب ليه عملوا كده؟ بعض المعجبين شايفين إن التوقيت مريب جدا، لأنه تقريبا في نفس الوقت اللي صوت الراوي اتغير فيه المعجبين بدأوا يطلعوا بنظريات مثيرة جدا عن هوية الراوي الحقيقية. واحدة من أشهر النظريات هي إن الراوي هو والد سوزي شيب المفقود، الشخصية اللي عارفة بكل حاجة واللي بتراقب الكل بس محدش يقدر يشوفها أبدا. وفي ناس تانية بتعتقد إن الراوي هو العقل المدبر الحقيقي ورا عالم بيبا كله، وبيتحكم في كل حاجة بتحصل. ويمكن صناع المسلسل غيروا صوت الراوي مخصوص علشان يضللوا المعجبين ويخلوا الناس تبطل تسأل أسئلة، لأنه لو كانوا حافظوا على نفس الصوت كان ممكن حد في الآخر يكتشف الحقيقة. طيب مين هو الراوي فعلا؟ لسه مش عارفين، بس الحقيقة أنهم غيروا الصوت من غير أي تفسير، وده يثير الشك فعلا. إيه اللي بيحصل مع مدام كاو؟ تعالوا نفهم الموضوع. في وقت معين في البرنامج مدام كاو اتجوزت مستر بول، وده كان واضح وسهل، بس هنا الموضوع بيبتدي يبقى غريب. في حلقة قبل كده شفنا مدام كاو على عجلة الملاهي مع مستر بير، كانوا هما الاتنين بس، وده بيخلينا نسأل سؤال واضح. ايه اللي كان بيحصل هناك بالظبط؟ هي كانت على علاقة مع مستر بير قبل مستر بول؟ وبعدين عندنا كارول كاو، الشخصية الغامضة اللي في الخلفية واللي تقريبا كل المعجبين بيعتقدوا انها بنت مدام كاو. كارول كانت بتظهر مع مدام كاو بشكل منتظم، لكن مؤخرا كارول اختفت تماما، مفيش أي تفسير ولا حتى ذكر، اختفت وخلاص. فدي الصورة الكاملة. مدام كاو عندها تاريخ غامض مع مستر بير، وتجوزت مستر بول، وبنتها المفترضة اختفت من غير أي أثر. بالنسبة لشخصية في الخلفية مدام كاو حواليها أسئلة كتير جدا من غير إجابات. الحكاية دي ممكن تجيب لك الجنون أول ما تلاحظها. جوا بيت عيلة بيج بيتغير كل شوية، ومش بنتكلم على التجديد الكبير اللي حصل في البيت بين المواسم، احنا بنتكلم عن باب معين، الباب اللي جنب السلم. في بعض الحلقات الباب ده بيوصل للقبو، وفي حلقات تانية بيفتح على أوضة تخزين، وفي حلقات تانية الباب أصلا مش موجود، بيختفي تماما كأنه عمره ما كان موجود. يعني ايه اللي ورا الباب ده؟ قبو؟ أوضة تخزين؟ ولا مفيش حاجة خالص؟ المسلسل عمره ما يدانا إجابة ثابتة. العائلة احنا بنتفرج عليهم بالنا أكتر من 20 سنة، كنت هتتوقع أننا على الأقل نعرف شكل بيتهم الأساسي، بس واضح أن لأ. وكل ما تركز فيها أكتر كل ما الموضوع يبقى محير أكتر. في حاجة غالبا عمرك ما فكرت فيها، ليه احنا مش عارفين أسماء تقريبا أي شخصية من الكبار في مسلسل بيبا بيج؟ فكر فيها كده، تقريبا كل الكبار في المسلسل بيتقال عليهم مامي، ديدي، جدو وتيتا، بس لحد دلوقتي قدرنا نعرف شوية أسماء. اسم مدام جزير الحقيقي هو جيجي. أهلا جيجي. جرامبي رابت اسمه الحقيقي رجا. بس في أرنب راجي كبير ده أنا. بابا بيك بيتقال له سنوفليكنز على ما يبدو. حضانات وبوسات يا سنوفليكنز. وطبعا العمة دوتي. بس ليه الباقيين مخبيين؟ هل ده اختيار إبداعي ولا البرنامج متعمد يخبي حاجة عننا؟ هنا في سؤال شكله بسيط، بس كل ما تفكر فيه أكتر يبقى محير أكتر. ليه بيبا عمرها ما بتكبر؟ المسلسل عمل على الأقل 6 حلقات عن الكريسماس، وكذا احتفال بعيد ميلاد. بناء على كل اللي شفناه في المسلسل المفروض يكون عدى على الأقل 6 سنين من أول موسم، بس بيبا لسه عندها 4 سنين. هي دايما كانت عندها 4 سنين، بس هنا الموضوع بيبقى شيق. بعد ما اتولدت إيفي الصغيرة المسلسل غطى فترة حمل مامي بيج كلها على كذا حلقة، يعني 9 شهور فعليين عدوا قدامنا في المسلسل. وفوق كده بدأنا نشوف إشارات صغيرة إن الوقت أخيرا ممكن يكون بيتحرك لقدام. جورج دلوقتي بقى بيتكلم جمل كاملة. آيس كريم. بيبا باين عليها إنها بقت أنضج بوضوح عن اللي كانت عليه في المواسم اللي فاتت. دي علامات على نمو حقيقي، لكن بعدين بيحصل حاجة بتناقض كل ده تماما. بيبي ألكسندر
اللي اتولد قبل إيفي بكتير شكله في نفس سنها بالظبط. لو الوقت كان فعلا بيتقدم كان المفروض ألكسندر يبقى أكبر، بس هو مش كده. يعني هل الوقت فعلا بيتحرك في عالم بيبا ولا لأ؟ المسلسل بيبعت إشارتين عكس بعض في نفس الوقت، وبصراحة احنا مش عارفين نصدق أنهي واحدة فيهم. كل الناس عارفة إنه مستر فوكس حرامي، حاول يسرق فراخ جدو بيج وخد حاجات من حملة تبرعات للأطفال، وباع لعبة مكسورة وبطارياتها فاضية. الأدلة واضحة جدا، ومع ذلك محدش عمل أي حاجة بخصوص الموضوع. البوليس ما عبطش عليه، وباقي الشخصيات ما وجهوهوش. هو لسه ماشي في مدينة بيبا مبتسم على طول، بيسرق من الكل وبيفلت كل مرة. فالسؤال هو ليه؟ هو بيقدر يتجنب إنه يسيب أي دليل، ولا الناس بتنسى اللي عمله، ولا كل اللي في مدينة بيبا مؤدبين زيادة عن اللزوم ومش قادرين يقولوا حاجة؟ بصراحة احنا مش عارفين. فيه لغز حوالين العمة دوتي معظم الناس ما فكروش فيه. احنا عارفين انها اخت مامي بيج، بس قبل الموسم الثامن محدش جاب سيرتها خالص ولا مرة. مفيش اي صور ليها في البيت اللي مامي بيج اتربت فيه. جد وتيتا بتوع بيبا عمرهم ما قالوا ان عندهم بنتين، ودي اغرب حاجة في الموضوع. عيلة بيج راحت امريكا قبل كده، ودي البلد اللي العمة دوتي عايشة فيها، ومع ذلك ما زاروهاش ولا حتى مرة واحدة. وبعدين العمة دوتي ظهرت فجأة في عيد الشكر من غير ما تبلغ أختها ولا حتى أهلها إنها جاية. فإيه اللي بيحصل بالظبط؟ ليه العيلة دي مخبية العمة دوتي كل الفترة دي؟ وليه حاسس إن مفيش حد فيهم قريب منها فعلا؟ ودلوقتي عندي حاجة هتغير نظرتك لعالم بيبا تماما. عمرك لاحظت إن بيبا سافرت لنيويورك وتكساس وإيطاليا وفرنسا وأستراليا؟ وفي كل مكان من الأماكن دي مفيش ولا شخصية خنزير غير عيلتها. فكر في ده. كل الأنواع التانية في المسلسل ليهم شخصيات مش قرايب في كل مكان، لكن الخنازير الوحيدة اللي موجودة شكلهم عادة بيبا بس، وده خلى في نظرية فعلا مقلقة. بعض المعجبين بيعتقدوا أن الخنازير ممكن تكون مهددة بالانقراض في عالم بيبا، وده كمان يفسر ليه دايما في حد بيراقب بيبا. يمكن الخنازير بيتحموا علشان ما يختفوش تماما. الموضوع شكله مبالغ فيه، بس لما تفكر فيه هتلاقيه منطقي شوية. دلوقتي تعالوا نتكلم عن تمثال الحرية. في عالمنا تمثال الحرية عبارة عن شكل إنسان، لكن في عالم بيبا اللي الحيوانات فيه هي الكائنات المسيطرة، ليه في تمثال لإنسان أصلا؟ أشهر نظرية بتقول إنه البشر كانوا مسيطرين على العالم ده زمان، لكن في وقت معين انقرضوا، وبعد كده الحيوانات اتطورت وسيطرت على العالم، وتمثال الحرية فضل واقف كذكرى للعالم اللي كان موجود زمان. لو النظرية دي صح، يبقى بيبا بيج مش مجرد كرتون عن عيلة خنازير مضحكة، ده كرتون أحداثه في مستقبل بعد انقراض البشر. وبصراحة دي واحدة من أكتر الأفكار المقلقة اللي الكرتون ده لمح ليها من غير قصد. وآخر حاجة معانا، يلا نرجع تاني لبيت عيلة الخنازير. كلنا عارفين المدخل الرئيسي لبيت عيلة الخنازير هو على الشمال، وشفناه مئات المرات في كل المواسم. بس في حلقة مجالسة الأطفال حصل حاجة غريبة جدا. مامي وبابي بيرجعوا البيت من خروجي، ودخلوا من باب ورا التلفزيون، باب عمره ما كان موجود قبل كده. في مئات الحلقات اللي اتصورت في نفس أوضة المعيشة دي عمرنا ما شفنا أي حاجة ورا التلفزيون ده، لا باب ولا فتحة في الحيطة ولا أي حاجة، بس حيطة وخلاص. وفجأة كده من غير أي مقدمات باب شغال تمام بيظهر، واتنين خنازير كبار بيعدوا منه عادي كأن ده طبيعي جدا. المسلسل عمره ما شرح ده، ولا أي شخصية اتفاجت أو علقت عليه، وكمان الباب ده عمره ما ظهر تاني بعد الحلقة دي. فالباب ده جه منين؟ والأهم راح فين؟ ودي كانت بعض أكبر الأسئلة اللي ملهاش إجابة في مسلسل بيبا بيج. وبصراحة المسلسل بقاله أكتر من 20 سنة ولسه ما دناش أي إجابات، يمكن عمره ما هيدينا. قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر سؤال مضايقكم أو محيركم.